السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم. الوصفه تاع نهار اليوم هي مادلين. ان شاء الله يعجبكم. جهشيش وبزاف شباب، ان شاء الله تجربوه وشوفوا يتفتت في الليد. والوصفه تاع نهار اليوم وبزاف شابه، ان شاء الله جربوها وتخلوا لي آراءكم في كومنتار. ونروح للمقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. هنا كما راكم تشوفوا جبت 2 حبات تاع البيض، 2 خميرة كيميائية، وكاس تاع حليب، كاس تاع السكر، والكاس تاع الزيت. الكاس نفسه هو اللي عبرت به. هنا عندي لي كيسات تاع المادلين. نجيبو 2 حبات تاع البيض، راني خرجتهم بكري. نزيدو الكاس تاع السكر ونضربوه بالضراب الكهربائي. نضربو مليح البيض مع السكر حتى يتبدل اللون تاع البيض. تا نشوفو البيض تاعنا بدا يتبدل الكولار تاعه، نزيدو المقادير الاخرى كما راكم تشوفوا. شوفوا اللون تاع الخليط ولا ابيض. نزيدو الزيت نفرغوه بشويه، يعني تدريجيا حتى لا يكمل الكاس تاعنا. فوالا نضرب مليح ومن بعد نزيد الحليب. نضربوا المقادير تاعنا غاية باش يتخلط لي الخليط مليح. دروك نزيدو خميرة كيميائية. هنا عندي 2 ساشيات. نجيبو صفاية باش نصفو الخميرة ونصفو الفرينة ونفرقوهم. نزيدو الكاس الاول تاع الفرينة. نحركو مليح، بعدا نزيدو الكاس الثاني. دونك نجيبو 2 مغارف تاع كاكاو البني ونخلطو. نخلطو الاولى بالفوي باش ما من نديرو الضرب ما يطيرش هذيك الغبرة، ما تطيرش علينا. نكمل دروك بالضرب الكهربائي. خلطها مليح. نزيدو شوية ونضرب
ضربها غاية بالضرب الكهربائي باش تتخلط مليح. راكم تشوفوا ضربتها غاية. بعد ما ضربناها مليح نزيدو الكاس تاني تاع الفرينة، نسيحوه كما راكم تشوفوا. نزيد ندربها الضرب الكهربائي باش تتخلط لي مليح وما تقعدش الفرينة ديرت لي حبيبات. كما راكم تشوفوا ضربتها مليح وراني شعلت على الفرن تاعي من الفوق ومن التحت. هذا هو السر تاع المادلين باش يجيك ناجح، تشعلي عليه من الفوق ومن التحت باش كي تدخليه تلقي الفرن حامي ينتفخ. هذه هي الاستيز تاع المادلين باش ينتفخ لك. انا راني دربتها وجبت لي كيسات تاوعي، درك نبدا نعمر فيهم. نخدم بزوج مغارف، هذه الطريقة باش ما نوسخش الحالة. راكم تشوفوا راني نعمر فيهم مليح. نزيد الحبة الثانية معكم تشوفوا. لازم تعمروها تخلوها غير شوية. هذه هي الطريقة تاعها، واللي عندها لابوش تعمر بلابوش خير. نعمرهم ونعاود نولي معاكم. كما راكم تشوفوا عمرت كاع لي كيسات اللي عندي. وهنا التزيين عندي هذه والله ما نعرف كي يسموها، مهم تزيين يبقى اختياري. نكملها وندخلها في الفرن الطيب 180 درجة. انا غادي نكمل وندخلها ونولي معكم في صحن التقديم. هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم. شوفوا الماندلي جا منتفخ ما شاء الله، وان شاء الله تعجبكم الوصفة وتعجبكم القناة. اللي عجبتها القناة تشترك فضلا وليس امرا، ونتلاقوا في فيديو جديد. مع السلامة.